السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي الحب تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم البنات غادي نقسم معكم واحد البيني بواحد الطريقه كيجي رائع، كيجي مفشفش البنات وما شاربش الزيت. تحلفوا باللي درتو في الفران كيجي رائع، ما شاربش الزيت نهائيا. الا قلت لكم ما كيشربش الزيت ما كيشربش الزيت. شوفوا لي كيفاش داير، كيجي مفشفش، كيجي قطني لذيذ بزاف البنات. غير جربوه وردوا عليا، كيجي طوب مهول داخل. يا سلام البنات، كيجي روعه، ما تشبعوش منه وانا متاكده ما غاديش يخطاكم. غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ واحد البول، نديرو واحد المعلقه كبيره ديال السكر، واحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز، وعندنا كاس ديال الحليب يكون شويه دافئ. عندنا واحد الفاني، الا عندكم الفاني السائله ديروها حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع. غادي نخلطو مزيان السكر والخميره والحليب حتى يتجانس لينا الخميره مع الحليب والسكر. من بعد غادي نزيدو الملح حسب الذوق ديالكم. غادي نزيدو الكاس الاول اللي ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نزيدو الكاس الثاني، وزيدنا الكاس الثالث. عن هذه الكميه درت فيها 3 د الكيسان د العنبه ديال الدقيق الخاص بالحلويات. نتوما عندكم ميزانكم، ولكن هاد العجينه ديال البيني كتجي شويه قاصحه. من بعد غادي تطلق لينا، من غادي نزيدو عليها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تجينا هي هذيك. من بعد غادي نجمع العجينه ديالي. هاد الكميه اللي درت البنات انا خرجت لي خير وبركه. اللي بغات تزيد واللي بغات كميه كبيره الضعف المقادير. صافي غادي نجمع العجينه ديالي. هذا هو القوام ديالها، كتجي شويه قاصحه. بزاف د البنات كيكتبوا لي في التعاليق بلا البيني ما كينجحش معاهم. ما نعرف، انا كيجيني البيني اسهل حاجه يمكن ديريها وكتنجح من اول تجربه. الا درتو المقادير كيما درت انايا غادي يخرج لكم، انا متاكده غادي ينجح معكم. صافي غادي نخليوها ترتاح للمره الاولى واحد 5 دقائق. من بعد غادي نزيدوا لها واحد معلقه كبيره ديال الزبده. الزبده ضروري ما تكون بدرجه حراره المطبخ غير باش ما تعذبناش. دابا غادي ندخل الزبده في العجينه ديال البيني، نعجنوها واحد 3 ولا 4 دقائق باش تعطينا طوع العجينه ويجينا البيني ديالنا مفشفش ومهول داخل. ضروري ما الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. دابا غادي ندلكو شويه على البوطاجين باش تسهل عليا الدليك ديالها. ندلكها مزيان باش ندخل فيها الزبده. ضروري الزبده ما تبانش في العجينه. راه في الاول كتجي شويه صعيبه وفي الاخر راه كتجانس لينا الزبده مع العجينه. صافي هذا هو القوام ديالها. كل ما عجنتوها كل ما كتخرج العجينه ديال البيني كتجي مشفشه لداخل، كتجي رائعه. دابا غادي نسد عليها ونخليها تختمر للمره ثانيه حتى يضاعف الحجم ديالها. عاد ندوز عندها ونقرص لي بيني ديالي. من بعد ما تخمرت ليا العجينه ضعف الحجم ديالها. شوفوا كي ولات عجينه رائعه. صافي دابا غادي نخرج منها الهواء اللي دخل ليها. من بعد غادي نقرصها. غادي نرش شويه ديال الدقيق. من بعد غادي نجيب العجينه ديالي ديال البيني قسمتها على 2 ديال الاجزاء. شوفوا العجينه كيفاش عطينا الطوع. مدلكناها شويه كتجي عجينه رائعه. دابا غادي نجيب المدلك ندلك العجينه ديالي. خليو السمك ديالها شويه يكون شويه غليظ باش يجينا البيني ديالنا مفشفش. صافي هذا هو السمك ديال البيني ديالي. غادي نجيب اي دائره عندكم. هذا هو هكا خاص يكون السمك ديال البيني. من بعد راه غيتنفخ لينا، نخليوه يتخمر للمره الثالثه وغادي
يتنفخ لينا في المقلاة من غادي نقليو البيني. هادو درتهم دوائر، غير جربوه البنات راه كيصدق من اول تجربه، راه كيجي المذاق ديالو رائع. خديت الجزء الثاني ديال العجينه، ضروري ما ديروا غليظ شويه البنات باش يجي لنا البيني مزيون. غادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامل. ديروا دوائر متوسطه الحجم. دابا غادي نجيب اي حاجه عندنا باش نديرو التقبه اللي كتكون في الوسط، راه غير بشي غطا ديال القرعه. درنا تقيبه في الوسط. ما تنساونيش البنات من البارطاج وتشاركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى المشاركه ديالكم، شكرا لكم بزاف. دابا غادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونخلي البيني ديالي يخمر واحد 10 دقائق. هذا هو. شوفوا كيفاش ولا لينا الحجم ديالو، ضاعف الحجم ديالو، كيجي مفشفش، كيجي رائع. غير جربوه وردوا عليا. في هذه الاثناء انا سخنت المقلاة، درت فيها بزايد ديال الزيت، وغادي نحط البيني ديالي يطيب حتى يتحمر ليا. نقصو عليه البوطه البنات، خاص ضروري ما تنقصوا عليه البوطه باش يطيب لينا من الداخل. من بعد ما تحمر ليا البيني غادي نقلبو على الجهه الثانيه باش يتحمر حتى ياخذ لينا واحد اللوين رائع. شوفوا البنات كيفاش كيجي مفشفش، تبارك الله ما شاء الله، كيجي رائع وناجح البنات. انا كنأكد لكم الا درتو هاد الطريقه غادي ينجح معكم من اول تجربه. صافي غادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله. انا خرجت ليا خير وبركه. الا بغيتو تزيدوا ضاعفوا المقادير. صافي هذا هو الشكل ديالو رائع البنات. للتزيين الا بغيتو ديروا السكر حبيبات ديروه في السكر حبيبات، الا بغيتو دردروا عليه سكر كلاصي دردروا عليه سكر كلاصي، بغيتو تخليوه هكا تخليوه هكا. المهم التزيين حسب الذوق ديالكم. شوفوا البنات كيفاش كيجي، صراحه كيجي رائع وما تشبعوش منه، وانا متاكده الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. غادي نكمل البيني ديالي. شوفوا كيفاش كيجي مفشفش من بعد ما غمستو في سكر حبيبات. هذا هو الشكل النهائي ديالو. شوفوا البنات رائع رائع رائع. غير جربوه وردوا عليا. مفشفش البنات ومهوي من الداخل، ما شاربش الزيت نهائيا، وانا عارفه شنو كنقول. غير جربوه ما شاربش زيت نهائيا، كيجي رائع رائع رائع. تحلفوا حلوف الا درناه في الفران. طوب البنات، غير جربوه وردوا عليا وما غاديش تندموا. غادي نحل معكم وحده وتشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا البنات كيفاش جات، شوفوا رائع رائع البنات. غير جربوه وردوا عليا. شكرا لكم البنات، شكرا على الدعم ديالكم. ما تنساونيش من البارطاج واللايك والاشتراك في قناتي. تهلاو في روسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. الى حيانا الله وبسلامه عليكم.